هو انا الوحيدة اللي خدت بالي من الموضوع ده ولا في حد تاني خد باله منه؟ هو محدش لاحظ ان كل مسلسلات ياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي بتبتدي بحرف الواو؟ يعني عندكم اول مسلسل ونحب تاني ليه، والمسلسل اللي بعده وتقابل حبيب، اما بقى المسلسل اللي هيجمعهم في رمضان 2026 وهو وننسى اللي كان. فانا بصراحه مش عارفه او مش فاهمه ايه تفسير الصدف دي كلها. ليه واو؟ ليه الاسم بيكون جمله في مسلسلاتها بالذات مع كريم فهمي؟ ده غير بقى ان اساميها كل سنه لازم ما تكونش اسامي عاديه، اسامي مميزه زي غاليه وغزل ومهره وليل، والسنه دي هيبقى اسمها جليله او جليله. هي ليه ياسمين عبد العزيز بتعمل كده؟ ده غير ان كل مره بوستر المسلسل بتاعها بيكون بفستان احمر. هو انا عموما قادره افهم دماغ ياسمين عبد العزيز وحبها للاحمر عشان انا بلبس زيها احمر وبيتي دايما. فقولوا لي انتوا بقى ايه اكتر مسلسل حبيتوه لياسمين، ومسلسل السنه دي اتفرجوا عليه ولا لا؟ وحد خد باله بقى من الصدف دي كلها ولا لا؟ هل هي بقى مجرد صدف ولا بتبقى حركه مقصوده؟ وما تنسوش تعملوا فولو لايك لو شايفينها مقصوده.